سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي. سمعت رسول الله صلى الله درب نفسي على برنامج قيام الليل 10 آيات من أول قل يا أيها الكافرون لغاية آخر القرآن كده، يطلعوا يدوك أكتر من 10 آيات. أنت الليلة اتكتبت من الإيه؟ من الذاكرين، لأنك ما اتكتبتش في دفتر الغفلانين. امشي على الحكاية دي، ما تقعدش تاني يوم تيجي ناطط على 1000 آية، مش هتكمل. طب خلصت ومش عارف أنام، ادعي صلي على النبي بس ما تزودش، ابدي بالراحة. وبعدين الأسبوع اللي بعده خش على المحطة الثانية، من قام فصلى من الليل ب100 آية أو فقرأ 100 آية كتب من القانتين. القانتين دول اللي هم أهل التهجد وأهل الابتهال وأهل الأنس بالله. طب أنا اتكتب بيهم إيه؟ اقرأ 100 آية. يقول لك أنا رب دي صعبت ليه كده، ما كنت قلت 12 ولا 13. لا، ده ال100 آية سهلة. اقرأ المعوذتين وقل والله أحد وسورة ياسين، هيدوك ال100 آية. اقرأ الواقعة وتبارك، هيدوك اكتر من 100 آية. بس كده. ياخدوا كام دقيقة دول يا استاذ؟ 12 دقيقة 15 دقيقة لو هتصليهم بخشوع. لا، ولو قريت الواقعة والملك بالليل، غير حكاية انك مش هتكتب من الغافلين وانك انت كتبت من القانتين. سورة الواقعة تحميك من الفقر، وسورة الملك تكفيك القبر، يبقى ضمنت غنى الدنيا والبرزخ. يبقى اعمل كده وخليك ناصح، بس بالراحة، ما تاخدش دواء مرة واحدة. من قام من الليل بألف آية كتب من المقنطرين، تبقى معناها ان انت من اغنى اغنياء العالم بالله. اقرا جزء تبارك وجزء عامة، هيديك اكتر من 1000 آية. اعمل كده، خليك جدع. ده امتى بقى؟ بعد ما تعدي 3-4 شهور اختبرت نفسي بعمل ال10 آيات، مفيش يوم 40 يوم هدى وهو مني. وبعدين عملت اختبار لنفسي تدريب 40 يوم، مفيش يوم وقع مني، ماشي على 100 آية. يلا خش على اللي بعده. اعمل ايه بقى بعد كده؟ اقرا 300، وبعدين خلينا في الطور ال500 وعلى مهلك. يا عم والعمر في ده كله، من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له ايه؟ حسنة. بس انت معدتك الروحية ما تتحملش اكتر من 10 آيات. دوام عزلة، دوام عزلة عن الأغيار، عن الحاجات اللي ملهاش لازمة. وأول العزلة يا حبيبي أنت وهو وهي التليفون. أنت بتستعمل التليفون طول النهار في إيدك، قلت لك شيله في جيبك وطلعه للضروريات، ما نستعملوش كتير. لا تصاحب من لم يناهضك حاله ولا يدلك على الله بمقاله، ولا تصاحب إلا من هو بعيبك عليم وليس إلا مولاك الكريم. بلاش تشغل بالك بصحبات وأصحاب مش هيزيدوك حاجة في برنامج العلاج الروحي اللي انت عامله لنفسك. الكورس الرباني اللي انت بدأت تشتغل عليه هيعطلنا عن جزء قرآن كنا هنختمه، وحتى لو ما عطلنيش سيشغلني بما يملأ قلبي أغيار